الاهلي وسان داونز والتشكيل المتوقع ونقاط القوه والضعف في فريق سان داونز. بس بالله عليك قبل ما نبتدي لو عجبك الفيديو تبخل على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخير ما نبدا بيه الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اكلمك شويه حاجات كده، بس بالله عليك ما تبخل على باللايك لاني بتعب والله، بقعد اجيب شويه من هنا من يمين وشويه من الغرب عشان اعمل حلقه واقعد امنتج وبتاع كده، فما تبخلش على باللايك بالله عليك. نتكلم على طول، نخش على السريع بس ما تبخلش على باللايك. موعد المباراه الساعه 9 في استاد السلام. طبعا احنا عارفين ان الاهلي كان طالع بيلعب في استاد القاهره. طبعا الباشا المدير الفني بتاع المنتخب الشباب قال لك لا انا محتاج استاد القاهره عشان استاد القاهره بينفذ اللي انا عايزه، ولا بينفذ ولا حاجه. احنا شايفين المنتخب طبعا تعبان تعب السنين. المهم نخش على طول في الحلقه. ترتيب المجموعه اللي فيها النادي الاهلي. سان داونز لعب مباراتين كسبهم. الهلال السوداني الثاني لعب مباراتين كسب النادي الاهلي وخسر واحده من سان داونز. الاهلي لعب مباراه واحده خسرها امام الهلال السوداني. القطن الكاميروني طبعا اتغلب الماتشين. فسان داونز رقم واحد، الهلال رقم اثنين ب3 نقط. النادي الاهلي ما عندوش نقط، لعب مباراه واحده، وسان داونز لعب مباراه والقطن الكاميروني لعب مباراتين خسر. ماشي يا سيدي. سان داونز متصدر الدوري عندهم الجنوب افريقي. سجل 39 هدف، استقبل 7 اهداف من كام؟ من 21 مباراه. الهداف بتاعهم بيتر شالولاين برصيد 9 اهداف. الاهلي متصدر الدوري عندنا بفرق كبير طبعا، ان شاء الله الدوري يكون للاهلي. سجل الاهلي 29 هدف، استقبل 5 اهداف. الهداف للنادي الاهلي السنه دي محمد شريف في الدوري برصيد 5 اهداف. ركز معايا ما تبخلش عليها باللايك. تاريخ مواجهات النادي الاهلي وسان داونز اتقابلوا 12 مره. الاهلي كسب 6 مرات، سان داونز كسب مرتين، اتعادلوا 4 مرات. تاني تاريخ المواجهات 12 مره، الاهلي كسب 6 مرات، سان داونز كسب مباراتين، والتعادل كان في 4 مرات طبعا منهم ال5 الشهير. واقول لك التشكيل المتوقع ان شاء الله اللي هيبدا بيه مستر كولر اللي انا متوقعه. الاهلي يلعب ب 4-3-3. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني على اليمين، قلب دفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم، على الشمال علي معلول. الثلاثه اللي في نص الملعب اللي هيقفل بيهم نص الملعب حمدي فتحي، مروان عطيه، اليو ديانج. الثلاثه اللي قدام حسين الشحات وكهربا، خد بالك كهربا واحمد عبد القادر. بالتالي التشكيل ده احسن تشكيل يبدا بيه مارسيل كولر، وان شاء الله يكون التشكيل المتوقع. في الاحتياطي بقى كتيبه ثانيه. هقول لك يا سيدي: شادي حسين، احمد القندوسي، محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر. بص انت بتتكلم في ناس تنزل تغير الماتش. السوليه طبعا عارفين السوليه تعافى خلاص. السوليه كان في اصابه والحمد لله الاصابه الحمد لله راحت، خف يعني من الاصابه. فالسوليه متاح لمارسيل كولر، هيستخدمه امتى، يقدر يلعبه امتى، دي حاجه بتاعت المدير الفني. الاهلي طبعا جاي من انتصار، الاهلي كان لاعب اسوان وكسب اسوان 3-0، فالمعنويات مرتفعه. تعال نتكلم شويه على مين؟ على سان داونز على طول. خد بالك ان سان داونز من الفرق المرشحه انها تاخد البطوله. يعني في الاهلي، في الوداد، في الترجي، لازم تحط معاهم سان داونز. المدرب الحالي بتاعهم جنوب افريقي. الراجل ده بيعتمد على بناء الهجمه من تحت، بمعنى من حارس المرمى ما عندوش تطفيش، ما عندوش الكور الطويله، بيبتدي الكره من تحت من اول حارس المرمى لحد المهاجم. وخد بالك من الحته دي عشان خاطر الضغط العالي اللي هيعمله النادي الاهلي هيبقى ليه سحر، هيبقى ليه عامل ايجابي مع النادي الاهلي. والطريقه دي بيلعب حافظينها. خد بالك الطريقه دي حافظينها من ايام موسيماني، يعني من ايام 6-7 سنين كده بيلعبوا بالطريقه دي، بيلعبوا من تحت على استحواذ الكوره، تك 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 على طول، وحافظين الطريقه دي جدا. بقول لك من ايام موسيماني. بص عندهم الباص والتحركات السريعه من غير كوره بارعين فيها. وعندهم في الجانب الهجومي لاعب اسمه بيتر شالولاين. خد بالك لان اللاعب ده قناص من انصاف الفرص بيجيب لاعب سريع وخطير جدا وتحركاته ممتازه على الجانب الهجومي. وعندهم كمان لاعب اسمه مانو ديمبا، لاعب بيلعب مركز جناح،
وعندهم كمان كاسياس ميولا، ده لاعب موهوب جنوب افريقيا عنده 21 سنه، والراجل ده يا جدعان خد بالك بيسجل من انصاف الفرص، بيسجل من انصاف الفرص. وعندهم طبعا لاعب تشيلي اسمه مارسيلو. اللعيبه دي يا جدعان بص يعني لازم الاهلي ياخد باله، لازم سان داونز بتلعب كوره، خد بالك، واللي يلعب كوره ده ما بيتعبكش، ما بيتعبكش لانك انت هتجري كوره. عندهم تنوع بشكل كبير، عندهم تنوع في بناء الهجمه، وبيستخدموا القوه والسرعه والمهاره، بيقدروا يخترقوا من العمق، خد بالك من الحته دي، بيقدروا يخترقوا من العمق. وفي لعيبه بتبص يعني عندهم اللعيبه بتخلص زي ما قلت لك في الجانب الهجومي، فريق مرعب في الجانب الهجومي. بس تعالى بقى على الجانب الدفاعي، هي دي نقطه الضعف اللي عندهم. هم بيبداوا من تحت، خد بالك الاهلي بيعمل ضغط عالي، الضغط العالي ده هيولد اخطاء، هو ده اللي احنا عايزينه. لازم كهربا، ولازم المدير الفني يبتدي بكهربا، لان كهربا احسن واحد يعني من فرصتين بيجيب لك فرصه. محمد شريف مش عاوزين نقصوا على لعيبه يعني، مش اللي هو برده لسه محمد شريف تحس لسه ما دخلش في الموسم. وخد بالك ان سان داونز كسب مباراتين في المجموعه، كسب الهلال 1-0 وكسب القطن الكاميروني 3-1. مرعب هجوميا زي ما بقول لك، مرعب، كسب 3-1 هناك، خد بالك، مرعب هجوميا. لكن على الجانب الدفاعي زي ما بقول لك هو ده الحته بقى ايه الضعف اللي عندهم، الحته دي ضعيفه. انت دلوقتي بتلعب ضغط عالي، مارسيل كولر احنا عارفين بيلعب بضغط عالي، فهتقدر انت تغلطهم، بس مع الغلط اللي انت هتقدر تغلطه لهم خد بالك اللي انت لازم تستغل انصاف الفرص. وخد بالك فريق شرس هجوميا، فيبقى في وراه مساحات الاهلي يقدر يستغلها. انت عندك حسين الشحات مهاري، عندك احمد عبد القادر مهاري، فانت تقدر تستغل المساحات دي. علي معلول يقدر يستغل المساحات دي، ان انت تقدر ترفع كوره. كهربا الحمد لله بيعرف يرفع، بيعرف يلعب بهده، كانت ناقصانا الحته دي، فنقدر نستغل الاندفاع الهجومي بتاعهم، مع ان انا اشك ان هم يهاجموا، نقدر نستغل الاندفاع الهجومي بتاعهم، فانت تقدر تستغل المساحات اللي وراهم، وتقدر يعني الضغط بتاعهم هيولد اخطاء. انت تقدر لما تضغط على اللاعب وهو معاك كوره بلاعب واثنين وتقدر تقفل عندهم، هيولد اخطاء، فانت تقدر تستغل الاخطاء دي. خد بالك من الحته دي، لان الحته دي نقطه الضعف بتاعهم، نقطه الضعف بتاعهم. نقدر نستغل المساحات، واحنا عندنا اذا كان عندهم الجانب الهجومي كويس الحمد لله، احنا عندنا حته الدفاع حلوه. لو ما هتقولي ما الاهلي بيجي فيه 4 وبيجي فيه مش عارف ايه، بس بقول لك كلها اخطاء، مش اللي هو يعني ايه من اللعبه. راجع انت كده كل الاهداف اللي جت في الاهلي من كاس العالم للانديه لحد دلوقتي كلها اخطاء. مفيش جون جه من اللعبه، لا احنا اللي بنهدي يعني. لعيبه الاهلي هي اللي كانت خطر على النادي الاهلي اكتر من المنافس. يعني لعيبه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه هي اللي كانت خطر اكتر من ريال مدريد. كان هي لعيبه الاهلي هي اللي كانت خطر على الاهلي اكتر من فريق فلامينجو، فبنضيع فرص. لكن احنا اللي بنستقبل اهداف باخطائنا، مش من لعب كوره. فانا بقول لك حته الضغط على حامل الكوره احنا لعبناها حلوه قوي مع ريال مدريد، جميله جدا مع ريال مدريد. كنا حاطين ريال مدريد خصوصا في الشوط الثاني عند ال 18، فانت كنت بيبقى فيه اخطاء، فانت تقدر تعمل ده قدام سان داونز، تستغل اي هفه كده ولا كده شوطه، تستغل رفعه كهربا يحطها بهده، احمد عبد القادر ضربه جزاء، بس لو ضربه جزاء ما ترميش نفسك، لان هو دوت اللي هيخلص المباراه. اي حاجه تاني مش. الحمد لله النادي الاهلي في ارتفاع، النادي الاهلي من يعني ايه لو وقع بس بيقوم بسرعه. النادي الاهلي بيقدم كره دلوقتي احسن مطوشه، مع ان الاهلي اتغلب انا شفتها للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، بتضغط على حامل الكره، بتغلطه، بتضيع اهداف. خد بالك لو كان عندنا مهاجم كويس يقدر يستغل انصاف الفرص، كنت انت قدرت حتى ترجع بميداليه. وما احنا عندنا مشكله المهاجم، فتخلص في ايه؟ تخلص في كهربا يلعب اساسي. طبعا محمد شريف هيكون له دور، شادي حسين هيكون له دور، محمد مجدي قفشه. انت بتتكلم، بص انا بقول لك يعني في الدكه اللي قاعده بره، لا تقدر تغير المباراه كلها،
تقدر تغير المباراه كلها. وان شاء الله باذن الله اطلع معاك بكره واقول لك مبروك. بس لو وصلت الحته اللي انا فيها دي دلوقتي ما تنساش تعمل لايك، بالله عليك ما تنساش تعمل لايك. ان شاء الله هطلع معاك بكره واقول لك مبروك وتقول لي مبروك، ويكون ان شاء الله النادي الاهلي يكسب، لان النادي الاهلي حط نفسه في وضع غلط. انت لازم تكسب، تاخد 3 نقط. المجموعه اتشقلبت بعد الهلال لما كسب، خلاص الهلال بقى عنده 3. انت لو كسبت سان داونز هيبقى عندك 3، هتروح لسان داونز هناك ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه، تكسب ان شاء الله يا اما تتعادل. يجي لك الهلال، يجي لك القطن الكاميروني، تروح القطن الكاميروني، فانت لازم تكسب، لازم تكسب بكره السان داونز، ولازم تكسب ان شاء الله تكسبه هناك، او على الاقل تقدير تتعادل، ما تتغلبش ما تتغلبش. على فكره هم محترمين النادي الاهلي قوي، محترمين النادي الاهلي جدا. يعني بص كده على تصريحاتهم بيقول لك لا النادي الاهلي في حته ثانيه، النادي الاهلي كبير القوم في افريقيا، النادي الاهلي النادي الاهلي النادي، خلاف نادي اللي معانا هنا نادي الزمالك، مفيش حد بيعمل له حساب، مفيش حد بيعمل له حساب. والترجي ان شاء الله باذن الله يكسب. بالله عليك اذا عجبك الفيديو ما تبخل على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.